إضافة هناك هيئات ومؤسسات في الدولة توعد، طبعا اللي ماسكها، وهي رسالة للسيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار هذا أمر حكومي. حتى في هيئة الحشد الشعبي مثلا يوعدون أنه هناك تعيينات 40 بطاقة بيومترية، 50 بطاقة بيومترية، بس يا إذا سيدي عندك تجيبها احنا يعني راح نجي نعينك سيد فريد حقق يعني في الحشد الشعبي. يعني وبالتالي هاي من باب الأشياء الإنصاف واضحة وصريحة الآن. الحكومة واضحة بخطابها، وهذه الأشياء جيدة جدا. ربما في نعم. انتخابات سابقة ما كانت موجودة. واضح. هاي نتفق عليها، لكن واضح. أنا أقول من يستغل هذه الأمور واضح. على الحكومة متابعة هذه التصرفات ومتابعة هذه التصرفات، وحتى ممكن حرمانهم من الترشح إذا ما استخدموا هذا الموضوع. وأنا أؤكد جميع أغلب الوعود الانتخابية والتعيينات جاي يصير في مؤسسة الحج الشعبي. لذلك رسالة لرئيس هيئة الحج الشعبي، هسه يجوز ما يدري الرجل، رسالة للسيد رئيس مجلس الوزراء، ترى مرشحيكم اللي جاي يستعدون للترشح كل واحد جاي يقول عندي 200 و300 درجة وظيفية راح أعين العالم مقابل 40 أو 50 بطاقة. أنا تحدثت بها في صفحتي الشخصية بهذا الموضوع.